لقيت نفسي بدون اي تفكير بقول له هخليك تجرب، بس اوعى اي حد يعرف عن الموضوع ده. وقلت له، رحت مقربة منه ومنزله له الشورت، ورحت قايمة وقاعدة على السرير على ظهري وقلعت الجلابية خالص، وقلت له تعالى، وخليته يجي وفتحت رجليا وقلت له بص، ورحت ماسكة بتاعه. قصتنا النهاردة قصة هتحبوها جدا، والحكاية دي لازم كلكم تسمعوها للآخر، علشان فعلا القصة دي أنا نفسي كنت محتارة جدا وأنا بحكيها، أو مش عارفة أقول إيه لصاحبتها ويكون إيه ردي عليها. أنا ريم، عمري 28 سنة، عايشة مع أبويا وأمي وأخويا. أبويا راجل كبير على المعاش، وأمي طبعا ست بيت. ربتنا أنا وأخويا إن إحنا نكون ملتزمين ونعرف الأصول. أخويا بعد ما خلص تعليمه قرر إن هو لازم يسافر، وده بسبب ضيق الحال هنا، وإن هو قعد فترة بعد ما خلص دراسته يدور على شغل، وفي الآخر ملقاش أي حاجة، فقرر يعني إن هو هيسافر ويعيش برا. وأنا كنت بشتغل في محل قريب من البيت، محل ملابس، وأنا كنت بشتغل وبراتبي الصراحة كنت بشيل جزء منه لجهازي، وجزء منه كنت بساعد أبويا في مصاريف البيت على معاشه، وكانت الحياة بتمشي. وأنا بصراحة بالرغم إن أنا حلوة جدا 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 وملتزمة ولبسي واسع وجميلة جدا على قدر عالي قوي من الجمال، لكن للأسف ما كانش حد بيتقدم لي، معرفش ليه، كنت هتجنن. أمي كانت دايما تدعيلي إن ربنا يرزقني بابن الحلال، لكن بصراحة ما كانش حد بيتقدم، وحتى اللي كانوا بيتقدموا كانوا يدوب ييجوا يقعدوا مع أبويا وبعد كده ما يجوش تاني، مع إني زي ما قلتلكم أنا على قدر عالي قوي من الجمال. وفي مرة من المرات واحدة من صحابي قالت لي بقولك ايه، اللبس ده هو اللي بيخليكي ما تتجوزيش. قلت لها ازاي يعني، هو الالتزام ما يخلينيش اتجوز؟ قالت لي اسمعي كلامي وجربي كده، البسي زي البنات، البسي الحاجات اللي ماسكة شوية والحاجات اللي يدوبك تبين، بس يعني ما تعليش، انتي فاهمة قصدي؟ قلت لها بس ازاي بس؟ قالت لي اسمعي الكلام وشوفي بعدها ايه اللي هيحصل. بصراحة سمعت كلامها وابتديت البس حاجات ما كنتش بلبسها، ولا ده كان يعني تفكيري في اللبس الحاجات دي ابدا. انا ما كنتش احب البس كده، لكن هعمل ايه؟ انا جه عليا اوقات ابتديت احس اني ست، ويعني الانوثة لحت عليا جدا. كنت حاسة نفسي خلاص بجد محتاجة قوي قوي لوجود راجل في حياتي، وما كنتش عارفة اعمل ايه. كان لازم افكر واشوف يعني لما اعمل كده الحال هيتغير ولا لا. وبصراحة كده انا بعد ما غيرت يعني ستايل لبسي وبقيت البس الحاجات اللي صاحبتي قالت لي عليها، فعلا ابتدت يعني بصات الرجالة ليا تتغير، وابتدوا الناس يبصوا على حاجات يعني معينة، واكيد انتوا فاهمين قصدي. ومن ضمنهم الدكتور احمد. الدكتور احمد ده كان شغال في الصيدلية اللي كانت جنب المحل اللي انا بشتغل فيه. هو انسان محترم قوي، وكان بيعاملني بذوق وحنية ورقة، لكن يعني ما شفتش منه اي حاجة ولا كان مبين لي اي اهتمام. لكن بعد ما ابتديت البس اللبس ده ابتدت نظراته ليا تتغير، وكلامه معايا بقى اكتر بكتير، وابتدى ياخد ويدي معايا دايما باستمرار، وابتدينا ناخد على بعض، وبقى ساعات يدخل يقعد معايا في المحل، او انا ادخل اقعد معاه في الصيدلية. اصلي زي ما قلتلكم
الصيدلية والمحل دول جنب بعض على طول، فكان يعني كنت ساعات يعني بروح اقعد عنده او هو يقعد عندي، وكانت الامور ماشية عادي جدا، وكنت كل يوم اروح. وبصراحة هو ما كانش بيديني اي رد فعل، يعني انا كنت حاسة ان ممكن يعني الموضوع يتطور بينا الارتباط، لكن ده ما كانش باين خالص. وكنت بقول لنفسي يمكن مستني ان هو يتأكد من مشاعره ناحيتي. وفضلنا على الحال ده فترة طويلة ما كنتش عارفة اعمل ايه، وكنت كل يوم اتحجج عشان اتكلم معاه او اي حاجة. وفي وقت قصير جدا بقى معانا ارقام بعض، وبقينا كمان بنتكلم. وفي مرة من المرات نزلت افتح المحل زي كل يوم، ولما دخلت الصيدلية بعد ما فتحت المحل لقيت واحد تاني خالص هو اللي موجود في الصيدلية. استغربت قوي وسألت امال فين دكتور احمد، هو اجازة النهاردة؟ رد الشخص ده وقال لي لا والله هو مسافر. قلت له مسافر فين؟ قال لي مسافر البلد يعني، وان شاء الله شهر وهيجي. قلت له شهر؟ قال لي لو حضرتك محتاجة اي حاجة انا ممكن اساعد. قلت له لا شكرا، احنا جيران وصحاب، وقلت اجي اسأل عليه، اصل انا متعودة انه بيبقى موجود كل يوم، علشان كده يعني قلت ان ادخل واسأل. وبعديها شكرته ومشيت. قعدت طول اليوم ده وانا زعلانة جدا ومتغاظة قوي، يعني المفروض ان احنا بقينا بنتكلم مع بعض في كل حاجة وفي احاسيس مشتركة بينا، والمفروض ان هو لما كان يعمل حاجة زي كده كان يجي على الاقل ويقولي ان هو هيمشي، يعني المفروض كان ده اللي يحصل بحكم ان احنا بقالنا فترة بنتكلم على الاقل. وبعدين روحت البيت وانا برضو محتارة ومش عارفة اعمل ايه، اكلمه ولا لأ. وبصراحة في الاخر وبعد تفكير كبير جدا مني قلت لأ، انا مش هكلمه، المفروض ان هو يكلمني، واكيد بكرة ولا حاجة هيكلمني. وقمت تاني يوم من النوم مسروعة على التليفون، مسكته لكن ما لقيتش منه اي حاجة، ولا رسالة ولا حتى اتصال. اخدت بعضي وغيرت هدومي ونزلت على شغلي، وبقيت دايما طول الوقت متلخبطة وسرحانة عمالة افكر فيه وايه اللي خلاه يعمل كده معايا. بصراحة كنت هتجنن، وكنت خلاص قربت انسى الموضوع، وقلت يمكن هو يعني محبنيش، او حتى ما كانش في دماغه اي حاجة غير صحوبية عادية. وقررت ان انا احاول ان انا انسى الموضوع كله. لكن بصراحة بعد ما خلص اليوم وروحت على البيت زي كل يوم، يعني بصراحة معرفتش امنع نفسي من اللي انا عملته، ولقيت نفسي بمسك التليفون وبتصل بيه، وهو رد عليا. قلت له ازيك يا دكتور احمد؟ قال لي ازيك انتي عاملة ايه؟ قلت له انا زعلانة جدا منك. قال لي ليه كده؟ قلت له ازاي تمشي وما تقوليش؟ هو احنا يعني مش بينا عشرة وعيش وملح؟ والمفروض ان انت كنت تقولي يعني كنت تقولي ان انت هتسافر. اصل بصراحة انت قطعت بينا جدا. قال لي ممكن اسألك سؤال؟ قلت له طبعا اتفضل. قال لي هو انا وحشتك؟ بصراحة كنت مكسوفة جدا، لكن قررت ان انا ارد عليه. قلت له بصراحة ايوه وحشتني جدا، وزعلت منك ان انت مشيت حتى ما كلمتنيش. قلت لي يعني ده احنا كنا قبل ما انت تسافر بالليل مع بعض، وكنا قاعدين وقفلنا المحل والصيدلية مع بعض، ازاي ما قلتليش؟ قال لي معلش اصل في مشاكل يعني على الورث وانا واخواتي وكده، وكان لازم اسافر البلد ضروري، وبعدين خلاص ان شاء الله قريب هاجي. قلت له قريب ايه؟
ده الدكتور اللي بدالك في الصيدلية قال لي ان انت هتقعد شهر، وفات منهم 3 ايام ولا يومين بس. قال لي ان شاء الله الموضوع هياخد اقل من كده. قلت له بصراحة انا عايزاك ترجع باي طريقة، الراجل اللي موجود ده دمه تقيل قوي. قال لي يا خبر، انتي اتكلمتي معاه؟ قلت له لا، بس يعني بصراحة ما ارتحتلوش. قال لي لا لا يا ستي، ما تتعامليش معاه لحد ما ناجي، خلاص بقى ما تزعليش، وحقك عليا اني ما قلتلكيش قبل ما اسافر. قلت له خلاص انا مش زعلانة، بس بقولك ايه، ما تعملش فيا كده تاني. قال لي حاضر، مش هعمل كده تاني، بس يا ريت كل يوم تطمنيني عليكي يعني لحد ما اجي، ولا انتي مش عايزة تكلميني تاني؟ قلت له يا خبر، لا طبعا هكلمك كل يوم. وفعلا بعد المكالمة دي بقينا بنتكلم على طول وباستمرار، ليل ونهار، صبح وليل. مش قادرة اقول لكم، انا بصراحة ما كنتش عارفة اعيش حياتي من غيره. خلاص اخدت على وجوده، وكنت عارفة ومتأكدة ان يعني خلاص انا بالنسبة له بقيت حبيبته، والموضوع مجرد وقت. وفعلا ابتدى نتكلم كل يوم كالعادة، لحد ما في يوم وانا نازلة للشغل يعني ابتديت احس بدوخة فظيعة، وما كنتش قادرة اقف على رجلي، لدرجة ان انا كلمت صاحب المحل واستأذنت منه ان انا مش هقدر اجي النهاردة، ورجعت تاني على البيت. وبعد شوية لقيت دكتور احمد بيكلمني، قال لي ايه فينك؟ ايه يعني كنت مستني انك توصلي المحل وتفتحي وتكلميني، ما كلمتنيش ليه؟ قلت له بصراحة انا حاسة بشوية تعب ودوخة، علشان كده ما روحتش. قال لي ازاي ده؟ طب ما تروحي تكشفي. قلت له لا، الموضوع مش مستاهل. قال لي انت هتسمعي الكلام ولا لا؟ صدقيني انا هزعل منك جدا. قلت له حاضر، هروح اكشف. وفعلا رحت، لكن لما رحت اكشف الدكتور طلب مني تحاليل واشاعات وحاجات كتير قوي كده، وانا بصراحة ما كانش معايا في الوقت ده فلوس، وكان لسه يعني شوية على ميعاد قبضي، وكمان بابا انا ما اقدرش احمله حاجة زي كده فوق مقدرته. فلما كلمت الدكتور احمد تاني قال لي ايه طمنيني، عملتي ايه؟ قلت له ابدا، الدكتور كتب لي على اشعاعات وتحاليل اعملها ضروري. قال لي تمام، ما رحتيش عملتيهم؟ قلت له لا. قال لي ليه، هتروحي بكرة؟ قلت له ولا بكرة، يعني ممكن لاخر الشهر ابقى اروح اعملهم. قال لي اخر الشهر؟ قلت له ايوه. قال لي وايه اللي هيقعدك لاخر الشهر؟ قلت له يعني اصل يعني. قال لي ما تتكلمي. قلت له بصراحة انا لسه ما قبضتش، وبعدين يعني لسه قدامي شوية، ومعيش ان انا اروح اعمل الحاجات دي شكلها غالية جدا. قال لي ايه الكلام الفارغ ده، انتي ازاي ما تطلبيش طيب مني حاجة لما تكوني محتاجاها؟ قلت له لا والله مش هينفع، اصل يعني الموضوع مش محتاج كل ده، ولا حتى مستاهل. انا يعني تلاقيه ارهاق من الشغل ولا حاجة، وانا هبقى كويسة. قال لي بقولك ايه، بطلي عبط وهبل والكلام اللي انتي بتقوليه ده، انا هبعتلك دلوقتي على كاش، وانتي بقى تستلمي الحوالة دي وتروحي تعملي كل الحاجات اللي انتي محتاجاها، التحاليل واشاعات وكل الحاجات دي، انتي سامعة ولا لا؟ وكمان هبعتلك بالزيادة علشان تقدري تجيبي الادوية اللي انتي هتحتاجيها. قلت له صدقني مش هينفع. قال لي اسمعي الكلام بقى، انا مش كل يوم هفضل اتكلم ان احنا خلاص بقينا واحد، يلا اقفلي واستني مني الحوالة. فعلا قفلت معاه وكنت مكسوفة جدا. بصراحة اول مرة اتحط في موقف زي ده، او حتى اخد من حد حاجة، او يعني استلف فلوس او الكلام ده كله، وما كنتش عارفة اقول له ايه. لكن قلت بيني وبين نفسي ان هو لما يكلمني تاني هقوله ان الفلوس دي هردها له اول ما اقبض. وبعد شوية لقيت رسالة بالمبلغ اللي بعتولي،
وبصراحة كان مبلغ كبير شوية. وبعد شوية كلمني قال لي الفلوس وصلت لك؟ قلت له ايوه، بس بشرط انا مش هعمل بيها حاجة قبل ما توعدني ان انت هتاخدهم مني اول ما اقبض. قال لي ايه العبط ده؟ انا طبعا مش هاخد منك حاجة، احنا بقينا واحد، انت ليه مش قادرة تفهمي؟ قلت له ده يعني شرطي الوحيد، يا كده يا اما مش هاخد حاجة. قال لي صدقيني انا هقفل وانا زعلان منك ومش هاخدهم تاني، ولو فضلتي مصممة انا مش هتعامل معاكي تاني وانسي انك تعرفيني. بصراحة انا كنت اتعلقت بيه، كنت حاسة ان هو خلاص كل حاجة بالنسبة لي، وقلت لنفسي معلش ابقى اعوضها له بهدية ولا اي حاجة، يعني عشان ما زعلهوش مني، وان انا احسسه برضو ان هو من حقه يعني يجيب لي اي حاجة. وفعلا قلت له خلاص انا هاخد الفلوس دي، وخدت الفلوس ورحت عملت الاشاعات والتحاليل. ولما رجعت للدكتور قال لي ان انا عندي شوية انيميا ومحتاجة شوية فيتامين وحاجات وكده، وكتب لي على فيتامين ومقويات، وكتب لي كمان على 3 حقن. وبصراحة انا ما بحبش الحقن دي ابدا، بخاف منها بصراحة وما بحبهاش. وبعدين الحقن دي يعني كانت هتتاخد يعني في البطيخة، وانا ما بحبش كده ابدا. واليوم ده كلمني عشان يطمن ويشوفني عملت ايه، وحكيت له على اللي حصل، وقلت له ان كمان كتب لي 3 حقن. قال لي طب بسيطة خديهم وان شاء الله هتبقي كويسة. وكان عدى خلاص الشهر، وكان فاضله كام يوم ويخلص، تقريبا 3 ايام. وبعدين لقيته بيقول لي انتي ممكن تاخديها في نفس الصيدلية والدكتور الموجود يديهملك. قلت له لا مش هينفع. قال لي ليه كده؟ قلت له عشان انا ما بحبش الحقن. قال لي انتي هتعملي زي الاطفال ولا ايه؟ طب بقولك ايه، انا كلها يومين وراجع، وانا هديهملك بنفسي ماشي؟ قلت له بس يعني. قال لي ما بسش، يلا روحي هاتي الادوية وخليها عندك، خدي المقويات والفيتامينات والحقن سيبيها لي لما اجي وانا اللي هديهملك. وفعلا سمعت كلامه وجبت كل الادوية المطلوبة وسبت الحقن لما جه. عدوا ال3 ايام اللي هو كان قايل عليهم، وكنت بكلمه قبليها بيوم، وبعدين قفلت معاه ونمت. وتاني يوم نزلت عشان افتح المحل كالعادة يعني، وفعلا لقيت دكتور احمد موجود في الصيدلية. مش قادرة اقول لكم على الفرحة اللي كنت فيها. دخلت سلمت عليه وسألني على الحقن عشان يديها لي، لكن انا قلت له ان هي لسه في البيت وان انا ما بحبهاش، ما بحبش الحقن. قال لي وبعدين معاكي، انا كده بجد هزعل منك، ممكن بقى تفضلي تطلعي تجيبيهم علشان يعني اديكي واحدة منهم. قلت له حاضر بس من غير ما تزعل مني. وفعلا طلعت البيت، لان البيت زي ما قلت لكم في الاول كان قريب قوي قوي من شغلي. رحت خدت حقنة ونزلت واديتها له، واول ما اديت له الحقنة عارف يعني ان الحقنة دي بتتاخد في البطيخة، وهو وقتها وشه جاب الوان. قلت له مالك انت ليه ملامحك اتغيرت كده؟ قال لي ابدا ابدا، يلا يلا تعالي عشان اديكي الحقنة. وطبعا كان في حتة هو حاطط عليها حاجة زي الستارة كده علشان يدي وراها الحقن، واللي موجود في الشارع ما يشوفش يعني. وفعلا اداني الحقنة، لكن انا كنت مكسوفة جدا. اول يعني ما عمل كده فضلت واقفة شوية، وبصراحة انا محسيتش بايده، لدرجة ان انا سألته قلت له هو انت هتفضل واقف تتفرج على البطيخة كده كتير ولا ايه؟ قال لي انا خلاص اديتهالك من شوية. كنت مكسوفة جدا، عدلت هدومي بسرعة وبعدين خرجت، رحت على المحل، وبعديها بشوية هو جاب فطار وجي فطر معايا وقعدنا نفطر سوا. وعدى اليوم واحنا مروحين قال لي ما تنسيش تجيبي معاكي بكرة الحقنة التانية. قلت له حاضر. وفعلا جبتها معايا. وتاني يوم
بعد يعني ما فتحنا المحلات وكده. وبعد شوية لقيته بينادي عليا علشان يديني الحقنة التانية. وبعدين لقيته بيقولي انتي مالك مكسوفة كده ليه؟ قلت له ابدا. وابتدى يعني ان انا اعري البطيخة وكده، وهو ابتدى يخبط عليها بايديه. ولقيته بيقولي تعرفي ان انتي حلوة قوي. قلت له ازاي يعني؟ هو انت اول مرة تشوفني؟ قال لي لا، بس يعني انا يعني حاسس ان انتي مختلفة قوي النهاردة. وفعلا اداني الحقنة. قعدنا نتكلم، لكن المرة دي حسيت ان هو رومانسي شوية زيادة عن اللزوم. وقعدنا واليوم خلص. وتالت يوم كان ميعاد الحقنة الأخيرة، ولقيته بيكلمني الصبح قبل ما انزل. قال لي اوعي تنسي النهاردة، ده ميعاد آخر حقنة. قلت له لا، مش هنساها، انا محضراها في شنطتي. وفعلا انا كنت محضراها في الشنطة. ونزلت ورحت فتحت المحل وهو فتح المحل معايا. وبعد شوية لقيته جاي يناديني عشان الحقنة التالتة. وبعد ما دخلنا الصيدلية لقيته قفل الباب حتة يعني كده، وكان حتة صغيرة بس اللي مفتوحة من الباب. قلت له انت ليه قفلت الباب كده؟ قال لي ابدا، يعني عشان محدش في الشارع ياخد باله. استغربت، لكن بصراحة ما اتكلمتش. وبعد كده ابتدى يعري البطيخة تاني عشان يديني الحقنة التالتة، لكن ابتدى يقولي كلام ويضرب على البطيخة بإيديه تاني. وانا بصراحة المرة دي ما قاومتش ولا قلت له حتى انت بتعمل ايه، وسبته يعمل كل اللي هو عايزه. وبقى من اليوم ده بيتعامل معايا من البطيخ. وفي اليوم ده عملنا كل حاجة كان نفسه فيها. وبصراحة من الكلام اللي كان بيقوله لي كنت حاسة ان انا مبسوطة قوي، اكمني يعني كبرت وكنت محتاجة الجواز وكده، وكنت مبسوطة بكل حاجة بيعملها. وقلت لنفسي ايه المشكلة؟ ما هو كده كده فتحني في موضوع ان هو عايز يرتبط بيا، وخلاص انا هبقى حلاله، والحاجات دي كلها نفتكرها ونضحك عليها. وابتدى يكمل كل اللي كان بيعمله. وبعد ما خلص كنت انا بصراحة مبسوطة قوي، احساس اول مرة خلصه. وبعديها رحت على المحل، واليوم عدى عادي زيه زي اي يوم. وتاني يوم كنت مستنية مكالمته الصبح زي العادة، لكن لقيته ما بيكلمنيش. حاولت ان انا اكلمه كتير، لكن رقمه كان مقفول. نزلت الصيدلية لقيت الشخص ده اللي كان واقف قبل كده موجود برضه. ولما سألته قالي ان الدكتور احمد امبارح كان اخر يوم ليه في الصيدلية، وهو كان معرفنا من فترة كبيرة ان هو هيمشي. بصراحة استغربت وما بقيتش عارفة هو ليه عمل معايا كده. عودني على حاجة وبعد كده سابني ومشي، وانا بصراحة مش عارفة اعمل ايه. علشان كده قررت احكي لكم قصتي، يمكن انتوا تفيدوني وتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي.